السلام عليكم ومساء الخير عليكم. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كيف كتشوفوا، اليوم النهار ديال الرفيسه بالدجاج البلدي، حلبه، تومه، المساخن، ما ناقصها حتى شي حاجه. الحمد لله، رفيسه رائعه. وبالاخص درتها فوق الصنيع اللي معروفه به منطقه الشرق بزاف. تحية لهم وتحية كبيرة، ناس قرسيف، ناس وطات الحاج، ميسور، بولمان. نتمنى ما ننسى حتى شي بلاصة. غنقول الشرق كامل. تحية لهم كبيرة. اليوم درت رفيسة بالصنيع ديالكم. رائع 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 صراحة. دخلوا وشوفوا الفيديو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. باش نديرو الرفيسة ديالنا، عندنا 2 دجاجات بلديين، عندي هنايا 2 بصلات كبار مقطعين مشلضين مزيان، 2 ريوس ديال الثومه، كاس كبير ديال الزيت مخلط بين زيت العود والزيت الروميه، العطريه. هاد العطريه عندي فيها معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه كبيره ديال المساخن، وضامه ديال الزعفران والزعفران شعره. عندي هنايا السمن، وعندي ربيطه ديال المعدنوس، عندي العدس، وعندي البصله مشلضه اللي غندير من بعد ما يطيب الدجاج 4 البصلات كبار. هادشي اللي غنحتاج للمرق ديال الدجاج. وعندي الملح. العجينه ديال المسمن غنحتاج زلافه ديال الدقيق ديال القمح وزلافه ديال الفورص. انا كنديرهم قد درتو رابعه، درتو نص كيلو، غديروا نص كيلو. وفي العجينه كنحتاج معلقه ديال السمن وشويه ديال خميره العجينه و الزعفران الحر والملح على حسب الذوق، وبطبيعه الحال الماء دافي. اول حاجه غنبدا بها، غنشرمل الدجاج ديالي هو الاول ونخليه يترقد ونبدا نعجن. هنايا حكيت 4 الفصوص ديال الثومه كبار، غنزيد عليهم نصف الكميه ديال العطريه، كل حاجه غنهز منها النص. والبقيه غنخليها للمرق. غندير السمن، وغندير المليحه، ما غنكثرش الملح. غادي نخلط بالماء. هنا واحد المكون نسيت ما ذكرتوش، هو الحلبه. غناخذ منها شويه وهي اختياريه. هنا من بعد ما خلطت التوابل كاملين بكاس ديال الماء، دهنت الدجاج ديالنا مزيان، جيت الفخاض والصدر تقبته مزيان بالموس كيف كتشوفوا، ودخلت ليه العطريه مزيان صافي وخليته كيرتاح واحد الساعتين.
وعرفتوا الدجاج ديالنا شحال ما بقى مرقد شحال ما كيجي بنين. اللي عنده الوقت راه يخليه ليله كامله مرقد ولا يخليه النهار كامل حتى العشيه. وهنا دزنا العجينه ديال المسمن كيف قلت لكم. زلافه فورس وزلافه قمح، شويه ديال الزعفران الحر، شويه ديال السمن والزعفران الحر، خلطته مع الماء سخون هو باش بديت كنعجن حتى عجنتها مزيان وضفت ليها الملح والسمن في الاخر وخليتها ترتاح. العجينه كتجي رائعه، كتجي رطبه وكتجي فنه. كتجي منسمه والله، كتجي بداك السمن والزعفران كتجي منسمه بيه، كتجي زوينه. انا من عشاق الرفيسه. الرفيسه تريد كل واحد شنو كيقول ليها. انا من العشاق ديالها، انا كنحماق عليها حتى ملي كانت كتبات عرفتي، ولا غد لي كنعاود نسخنها واحد المذاق كيكون فيها رائع. زوينه زوينه صراحه، زوينه بزاف. انا داكشي اللي كليت في الرفيسه، انا توحمت في بناتي بجوج على الرفيسه. وصراحه باقا ليا فراسي واحد الرفيسه اللي كليتها في لحم ديال بنتي الصغيره روان، من عند واحد السيده الله يذكرها بالخير، جابتها ليا مفاجاه. وصراحه هاد السيده كنت كنعرفها السلام السلام، وملي عرفتني كنتوحم على الرفيسه دارتها ليا مفاجاه وجابتها. واحد السيده الله يعمرها دار. زعما من خيرة الناس. رفيسة رائعة لذيذة لذيذة. يعني ماشي غنقولوا لحم كيبان لك كلشي زوين، بالعكس، رفيسة اللي ما عمرني ما غنساها في حياتي صراحة. دارتها بالدجاج البلدي بالبصلة معسلة، بالزبيب، باللوز، بالبيض ديال السمان. يعني صراحة ما كتنساش والله، ما كتنساش. الله يجعلها لها ان شاء الله في الميزان المقبول يا ربي. هنايا العجينه راه باقا كتدلك. انا باغيه ندلكها بيديا، ولكن للاسف عندي واحد المشكل في يدي، ما نقدرش بقيت كنقد نعجن بيديا، داكشي علاش. ولكن ها هي شفتوها تبارك الله كي طلعت زوينه رائعه صراحه، رطبه. صافي خليتها ارتاحت واحد شويه. ايوا وهنايا جيت حطيت الدجاج ديالي طيب، درت البصله، درت الدجاج، ودرت ديك العطريه، حيت النص درتو شرملت به الدجاج والنص غنديرو في المرق بحال ما هكا. نتوما كتشوفوا. الدجاج ضروري تقبوه، ضروري باش يدخل فيه الطياب، وهو راه كيشد الطياب صراحه. الدجاج البلدي هكا كيشد الطياب بزاف، ولكن بنين. انا كنفضلو على داك الدجاج الرومي صراحه، بنين. هذيك المريقه كامله، داك العطريه، داكشي كلشي درتها. ها نتوما غنمشي نشلل القصعه ونعاود نكبها. راه البنه كامله كتبقى تم البنه كامله كتبقى في ديك القصعه، ضروري خصكم تشلوها. انا ما كنقليش، كندير الماء نيشان. دابا تشوفوا القصعه من بعد ما شللتها من العطريه اللي بقات فيها، القوام كامل بقى فيها. نتوما كتشوف، شتي قلت لكم راه البنه كامله كاينه تم صافي غنروي عليها بالماء وندير الزويته ديالنا. درت كاس عامر مخلط بين زيت العود والزيت الروميه. شوف، هو كل واحد وطريقته في الطياب، انا هذه طريقتي في الرفيسه، كل واحد والطريقه ديالو. هنايا كلها تكيتها بالفورشيط باش نيت داك الماء اللي كيكون فيه لداخل ما يبقاش يخرج كامل. صافي درت الماء طيب، رويت به. كيف كتشوفوا، كيف قلت لكم كل واحد وطريقته في الطياب.
انا هذه طريقتي، كل واحد الطريقه ديالو كيفاش دايره، ولكن كنوصلوا لنتيجه وحده. البنه، درت الربيطه ديال المعدنوس، درت الكاس اللي مخلط بين زيت العود والزيت الروميه، وبقى انا راه زدت عليه الماء، زدت الماء من بعد زدت العطريه. شفتوا ديك العطريه اللي بقات ما درناهاش كامله، زدت كملتها، وزدت غطيت عليه بالماء. ديك اللقطه ما صورتهاش. كيف عارفين الدجاج البلدي كيخصو طيب مزيان، كيشد الوقت، وما بغيتش نديرو في الكوكوط، قلت هكا حسن خليه يطيب على خاطرو. ودرت هادوك جوج كرات ديال الثومه من بعد ما غسلتهم مزيان وحيدت لهم ديك القشره اللي يابسه من الفوق، غطيت عليها وخليتها طيب. صغيورين ديال العجينه، حيت اليوم هاد الرفيسه غنديرها لكم فوق الصنيع ديال الناس ديال الشرق. الناس ديال الشرق حاضرين معنا عاود اليوم بالصنيع ديالهم، تبارك الله عليهم، وتبارك الله على صناع الفخار المغربي الاصيل، تبارك الله عليهم كاملين في المغرب كامل ثقيل تبارك الله. شفتوا كيفاش داير؟ كيجي فيه تريد رائع، كيطيب على انا كندير على الغاز، يعني هما كيديروا على الجمار على الحطاب، يعني رائع وثقيل تبارك الله. تحيه مره اخرى للناس ديال الشرق. خاصو الوقت باش يسخن. انا غنقطع العجينه ديالي، والوقت اللي غنخليها كترتاح هو غنحطو باش يسخن، حيت كيف شفتوا ما شاء الله كيفاش ثقيل. كيخصو الوقت مزيان باش يسخن، ولكن التريد ديالو رائع 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 الصراحه. درت تريد في المقله حتى عييت، ولكن في الصنيع حاجه اخرى، يعني حاجه اش غادي نقول لكم. دابا تشوفوا كيفاش كيجي، غادي نطيبوه غادي تشوفوه كيفاش كيجي. كيفاش غيجي؟ كيجي كيغني يا ليل يا عين. تحيه الناس ديال الشرق كاملين. وقبيله نسيت ما قلت لكم الناس ديال طفراطه، الناس ديال وطاط الحاج، الناس ديال وجده، الناس ديال تساوتير نست، تحيه كبيره لهم كاملين. دابا كي شفتوا بديت كنقطع في العجينه وكنحط. صراحه التريد ديالو كيطلع واعر. وفينكم اناس الشرق؟ بانوا عندي هنا، الا ما بنتوش في هذا الفيديو نعرفكم راه ما حاضرينش معانا. فينكم اناس الشرق؟ بانوا اللي كيعرف الصنيع يبان عندنا هنايا. انا هنا شاده الحتيت مع الزوج ديالي مونسني، الله يحفظه ليا يا ربي ويحفظ لكم ازواجكم كاملين. دابا غنصايبوا الكاشير ديال الكبده. عندي هنايا 250 غرام ديال الكبده اللي مقطعه صغيره. عندي هنا قزبور ومعدنوس مقطعاهم غير بالقراده ديال اليد. عندي هنا معلقه صغيره ديال السمن، عندي مليحه، عندي سكنجبير، عندي مساخن، عندي بزيره شويه تاع البزار، وعندي القزبور اليابس، وهنا عندي جوج بيضات. هنا نسيت واحد المكون هو الثومه، ديروها، انا نسيتها. جوج دروس تاع الثومه، ولا كانت بودر ديروا معلقه صغيره. صافي خلطت المكونات كاملين، درتهم في مول تاع السيليكون فرديا ودخلتهم للفران. جاو روعه، ما كيشدوش بزاف تاع الوقت في الفران، دغيا كيوجدوا ولداد. وهاد الاغنيه للناس ديال الشرق. عاود عاود 3 عاود 5 سرح قل عاود صافي هنايا الصنيع ديالي ها هو سخن مزيان. بديت كنقرص
كنورقها مزيان. كل عاود عاود 3 عاود 5 سرح. كيطيب والثومه راني حيدتها باش ما تمشيش تحل. شفتوا كيفاش كيطيب زوين ومسربي صراحه. هو كيف كيشد الحراره ديالو صافي كيولي الزربه ديك الساعه الماراطون خدام وطايب. عرفتي ما تقدوش تحطوا عليه يديكم، واخا كنطفي عليه الغاز كيبقى شاد ديك الحراره ديالو. سبحان الله العظيم. يرقد تحيا المشاهدة، تحيا الريافة. يرقب 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 يرقب. صافي هنايا العدس درت ليه الماء باش غنسلقو، الحلبة كذلك. العدس سلقته مره واحده، حيدت ليه الماء ديالو حيت عرفت الكحوليه اللي كتخرج منه. عاد ضفت عليه المرق في المره الثانيه وخليته كيطيب مع شويه المليحه وشويه البزار وشويه السكنجبير. والحلبة سلقتها 2 نوبات باش يلاه يحيد منها الجهد ديالها، وضفت عليها حتى داك المرق ديال الدجاج وشويه تاع المليحه وخليتها كطيب. انتما مع الصنيع ما كاين، جري 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 تبارك الله. ملي كيسخن صافي كيولي طيب في ساعه. روعه 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 صراحه، رائع. الخبز ديالو كيجي واعر. صافي هنايا قلبت الدجاج لقيته طاب. صراحه كيعجبوني الاكلات البلديين ديال المغرب، كيعجبني داكشي ديال البلاد. الرفيسه، الحريره، سكسو، فتات الشطبه. شي نهار ندير لكم فتات الشطبه، صراحه انا كنديرها بزاف بزاف، ولادي كيبغيوها الحمد لله. الحمد لله ولادي كيبغيو الماكله البلديه ديالنا والله. يقدر حيت انا ولفتهم يعني من الصغر ديالهم. مزيان نولفوا لوليداتنا ياكلوا حاجات اللي هما بلديين ديال البلاد. حتى ملي كنديهم من البلاد كيكونوا كياكلوا كل شيء، ماشي هادي لا هادي ما ناكلهاش هادي. نرجعوا للدجاج ديالنا. انا حيت الدجاج هنايا صافي طاب، حيدته. كلشي باقي كيطيب هنا. درت البصله من بعد ما حيدت الدجاج ونقصت عليها وخليتها طيب على خاطرها. هنايا عندي معلقه تاع السمن ونص معلقه الهريسه. صراحه الهريسه كتعطي مذاق زوين ولون زوين. دهنت بها الدجاج وشعلت الفران ودخلته للفران وخليته كيتحمر على خاطرو بين ما انا يطيب ليا كل شيء. صراحه الهريسه انا كتعجبني في الدجاج بزاف، كتعطي حتى واحد اللون زوين. وخلاص السمن راكم عارفين، السمن تا هو راه زوين صراحه، مذاق وريحه كلشي فيه زوين. شتو دهنتو مزيان وصراحه تحمر مزيان. غتشوفوا في الاخر كيفاش اللون ديالو جا ذهبي غزال غزال. شكون اللي كيعرف فتات الشطبه يخلي علينا في التعليق يقول لنا شنو كيعرف على فتات الشطبه. انا كنحماق عليها صراحه، ولفتها من صغري ودابا انا ولفتها لوليداتي. هنايا زدت داك المرق ديال الدجاج على العدس وعلى الحلبة وخليتهم كيطيبوا مزيان. صراحة هي فيها الخدمة ولكن النتيجة
رائعة، النتيجة زوينة صراحة. كيف كتوجد داك التبصيل وكتحطو هكاك مقاد ومصاوب، يعني كتنسى داك العذاب كامل اللي دوزتي. هانتوما كيف كتشوفوا ما شاء الله وتبارك الله التريد ديالنا اللي طيب فوق الصنيع كيفاش جا من السم بالزعفران حر وبالسمن، جا تبارك الله زوين وجاب كمية كتيرة ما شاء الله. ما قطعتش كل شيء، قطعت نصف الكمية. شفتوا كيفاش جا تبارك الله. هنا الكاشير ديالنا، الكاشير ديال الكبدة تا هو جا تبارك الله زوين، طيبته في الفران. هنايا العدس، الحلبة، تومة، حبيبة تاع اللوز، المشماش عامر بالقرقاع، والتمر عامر بسكنجبير معسل رائع، مذاق زوين صراحة وزوين فات البرد. عندنا البيض مسلوق، كل شي واجد. صافي غنبدا نسقي في الرفيسة ديالنا وتشوفوها كيفاش جات في الاخير. الرفيسة تاعتنا ها هي وجدت، المكونات كلهم ها هما طيبين حاضرين. التريد ديالنا كيف شفتوه اللي فوق الصناع تبارك الله كيفاش جا. صلات على النبي فيه ريحة السمن والزعفران الحر. غنبداو الريحة طالعة منها رائعة. وما نهضروش على المذاق عاوتاني حاجة أخرى. كنتمنىكم أنكم تجربوها وغادي تشوفوها يعني كيف غادي تعجبكم، وخاصة إلا كان عندكم الصناع عنده واحد الدور كبير فاش التريد ديالنا كيطلع زوين. كنشكركم بزاف اللي تبعتوا الفيديو ديالي، كنشكر الناس اللي دخلوا وشافوا وخلاو تعليق وخلاو لايك، شكرا لكم بزاف. واللي مازال ما اشتركش كنتمناو منه يشترك ويدعمنا في القناه ديالنا حيت عندنا لك المزيد والمزيد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم.